السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. معكم العمراني علاء الدين من قناتكم علاء الدين كرة. هذه الحلقة سنتحدث فيها عن ابرز الاحداث التي عرفتها كرة القدم العالمية في سنة 2022. كذلك سنتحدث عن اهم الاحداث الرياضية المرتبطة بكرة القدم المغربية في سنة 2022 واهم الانجازات التي حققتها. ولكن قبل ما ندخلوا لتفاصيل هذه الحلقة ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، وكذلك شنو غديروا؟ غتمشيو تشتركوا في القناة، فرحوني في سنة 2023 بعدد كبير من الاشتراكات والاعجابات، كذلك تفعيل زر الجرس ليوصلكم دائما الجديد، وترك تعليق موضوع هذه الحلقة في الاسفل. أهم حدث عرفته سنة 2022 في كرة القدم هو تنظيم البلد العربي، البلد المسلم، قطر لنهائيات كأس العالم 2022. قطر أبهرت العالم بتنظيم خيالي، بتنظيم احترافي لبطولة كبيرة جدا على مستوى العالم، ألا وهي نهائيات كأس العالم. وبالتالي قطر ترفع سقف التحدي أمام مختلف الدول التي ستنظم نهائيات كأس العالم مستقبلا. كذلك أبرز الأحداث، أول مباراة للمنتخب القطري في نهائيات كأس العالم كانت في المباراة الافتتاحية ضد المنتخب الإكوادوري، ولكن للأسف خسر المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء. كذلك أبرز الأحداث التي عرفها كرة القدم العالمية تسجيل كيليان مبابي هاتريك في المباراة النهائية كثاني لاعب يسجل هاتريك في المباراة النهائية، 3 أهداف ضد المنتخب الأرجنتيني في نهائي مثير، نهائي عالمي. وبلاتي قبل ما نكملوا هذه الاحداث وسير اصاحبي دير ابوني وفرحنا في بدايه سنه 2023 يلا نكملوا الاحداث اللي باقي. كذلك من بين ابرز الاحداث التي عرفتها كرة القدم العالمية تتويج ريال مدريد بلقب دوري ابطال اوروبا النجم ال14، يعني في تاريخ مشاركات ريال مدريد في الشامبيونز ليج 14 لقب، شيء تاريخي، شيء استثنائي لنادي ريال مدريد بعد تغلبه على فريق ليفربول بهدفين للا شيء. كذلك ابرز الاحداث فوز الفرنسي كريم بنزيما بعد انتظار طويل، بعد إعجاز كروي بالكرة الذهبية. كريم بنزيما يحقق الحلم بعدما كان حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، ها هو يحقق الكرة الذهبية مع نادي ريال مدريد. ومن بين أهم الأحداث التي عرفتها سنة 2022 انتقال النجم الكبير، النجم التاريخي، الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، نجم مانشستر يونايتد السابق، نجم فريق سبورتينغ لشبونة السابق، نجم المنتخب البرتغالي السابق، صاحب ال5 كرات ذهبية، يعني 5 ألقاب تشامبيونز ليج. كريستيانو رونالدو ينتقل للدوري السعودي، ينتقل إلى نادي النصر السعودي. إذن رونالدو بعدما كان ينتظر منه أنه يذهب إلى أحد كبار القارة العجوز، هو ينتقل إلى الدوري السعودي بصفقة خيالية. كذلك من بين الأحداث التاريخية التي عرفتها سنة 2022 تتويج ليونيل ميسي بلقب كأس العالم. ليونيل ميسي بعد سنوات طويلة، بعد انتظار كبير طال لسنوات عديدة، يحقق الحلم، تتويج تاريخي في بلد عربي، في بلد إسلامي، بالباتش القطري. ميسي يحمل لقب كأس العالم ويتوج منتخب بلاده بالكأس الثالث في تاريخ المنتخب الأرجنتيني. إذن ميسي يحقق اللقب، يحقق الإعجاز الكروي، وبالتالي الحديث عن المقارنات لا مجال للمقارنات عند حصول ليونيل ميسي على كأس العالم. إذا من كرة القدم العالمية إلى كرة القدم الوطنية على المستوى المغربي، ما هي الإنجازات التي حققتها كرة القدم الوطنية؟ أولا لن نتحدث عن المونديال، خليه هو الآخر. أولا فوز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات بكأس القارات وكأس العرب. كأس العرب فوز في مباراة تاريخية على المنتخب العراقي، وكذلك في كأس القارات فوز على المنتخب الإيراني في مباراة تاريخية 4 أهداف مقابل 3. كذلك تتويج نهضة بركان بكأس الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي. كذلك المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يصل إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، ولكن للأسف خسر في المباراة النهائية ضد المنتخب الجنوب الإفريقي. كذلك نفس المنتخب يصل لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس العالم التي ستنظم سنة 2023 بكل من نيوزيلندا وأستراليا. كذلك تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة إلى نهائيات كأس العالم. ونستمر في كرة القدم النسوية، تتويج فريق الجيش الملكي لدوري أبطال إفريقيا في مباراة تاريخية، في مباراة شهدت 4 أهداف للفريق العسكري. كذلك نادي الوداد الرياضي يتوج بلقب الدوري المغربي ويتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الأهلي المصري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي شهدتها العاصمة أو العاصمة الاقتصادية المغرب، مدينة الدار البيضاء، أعتقد ولا الرباط. المهم صحوا لي الا كنت غلط، اما الرباط ولا الدار البيضاء، والله ما كنت عاقل.
كذلك لكي نعطي لكل ذي حق حقه، منتخب الوطني المغربي لكرة القدم المكفوفين يتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية هذه السنة. كذلك حصول المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لمبتوري الأطراف على الرتبة الخامسة على مستوى العالم في البطولة العالمية التي نظمت في أكتوبر سنة 2022. أما الإعجاز التاريخي، أما الإعجاز الأسطوري، أما الإعجاز الذي تحدث عنه كل كبير وكل صغير على مستوى بقاع العالم من مشارقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، العرب، المسلمين، جميع أصناف المجتمع، جميع أصناف العالم، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، أطفالا وشيوخا، تحدث عن هذا الإنجاز التاريخي لكرة القدم الإفريقية، لكرة القدم العربية، لكرة القدم المغربية. وصول إلى نصف نهائي تاريخي لكأس العالم، الرتبة الرابعة على مستوى العالم، انتصارات تاريخية، فوز على المنتخب، تعادلنا مع كرواتيا، وفوز على المنتخب البلجيكي، وفوز على المنتخب الكندي، تصدر المجموعة ب7 نقاط، مواجهة كبيرة جدا في دور الثمن النهائي أمام الماتادور الإسباني. تاريخ كتب في هذه المباراة، وتفوقنا على الماتادور الإسباني بركلات الترجيح بعد بانينكا الأخيرة لأشرف حكيمي. بعد ذلك في مباراة ربع النهائي، في مباراة سجل الأبطال، في مباراة اكتب يا تاريخ، فوز على المنتخب البرتغالي بهدف لا شيء لصفر، وبالتالي وداع كريستيانو رونالدو ووصول المنتخب المغربي لنصف نهائي تاريخي في كأس العالم. واجهنا المنتخب الفرنسي، أكيد خسرنا بهدفين مقابل لا شيء، لكن حققنا أداء أقل ما يقال عنه أنه أداء إعجازي وأداء أسطوري. في المركز الثالث والرابع واجهنا المنتخب الكرواتي، وللأسف خسرنا المباراة، لكن أن تصل إلى المرتبة الرابعة عالميا فهو إعجاز كروي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إذن أعتقد على أن هذه أهم الأحداث التي عرفتها كرة القدم العالمية وكرة القدم الوطنية. إذن كيبقى الرأي ديالكم؟ شنو هي أهم الأحداث اللي ما ذكرتهاش أنا وممكن أنكم تذكروها وتذكروا المتابعين والمشاركين في قناة علاء الدين كرة بها في خانة التعليقات في الأسفل. قبل ما نسالي هذه الحلقة بغيت نوجه واحد الرسالة لكل من يتابع قناة علاء الدين كرة، سواء على اليوتيوب أو الانستغرام أو الفيسبوك. قناة علاء الدين كرة اشتغلت هذه السنتين وما زالت تشتغل وفق الإمكانيات المتوفرة. أكيد نشكر كل من يقدم لنا الدعم عن طريق الملاحظات والاقتراحات والانتقادات التي من شأنها أن تطور مستوى قناة علاء الدين كرة. نقدم لكم أزكى وأسمى عبارات التقدير والاحترام والشكر. قبل نهاية هذه الحلقة لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وفرحونا في بداية سنة 2023. أقدم لكم كامل خالص الشكر والتقدير والاحترام. أبوني أبوني أبوني. تحياتي.